السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. عواشركم مبروكه، والله يدخلها علينا بصحه والسلامه يا ربي وطولة العمر والرزق ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم البنات واحد الوصفه اولا واحد المعسله بالورقه، كتجي غزاله ما شاء الله. غادي تعجبكم اكيد، وسهله جدا، ما فيهاش تعب نهائيا، ودغيا دغيا كتوجد في ساعة. يعني راه دغيا كتوجد، حتى المقادير ديالها غير مكلفة، ويعني بسهولة ان شاء الله توجدوها. كيف ما كتشوفوا معايا في الصورة راها غزالة فنة. المهم على بركة الله، عندي هنايا واحد الكمية ديال القرقاع اللي مطحون ما محمرش، ماشي مطحون غير مهرمش. كذلك عندي اللوز حتى هو محمر ومهرمش، وعندي الكاوكاو اولا الفول السوداني حتى هو محمر ومهرمش، وكذلك عندي الزبده المذابه واحد زلافه اولا نص زلافه. بالنسبه للعود عندي هنايا واحد العود، عندي غير المغرس اللي كنش اولا القضب اللي كنشوف فيه اللحم. صافي غادي نرولي عليه السلوفان ديال اولا البلاستيك الغذائي وغادي نستعملو. وكذلك عندي هنايا الورقه، انا ما توفرتش عندي الورقه ديال الفيلو، ممكن نتوما الا كانت عندكم متوفره يعني تستعملوا الورقه ديال الفيلو احسن من يعني من الورقه اللي كتجي دايره. انا توفرت عندي هي ديك الورقه يعني العاديه اللي كتكون دايره. صافي قطعتها من الجناب، حيدت ليها غير ديك الدائره ديالها وغادي نستعملها. بالنسبه للوصفه البنات، كيف ما قلت لكم المكسرات غادي تستعملوا اللي عندكم موجود في الدار، ماشي بالضروري تستعملوا هادو اللي استعملت انا اللي كان متوفر فقط. بالنسبه للقرقاع ما كيتحمرش، اما اللوز والبيان اولا الكاوكاو فهو ضروري تحمروها البنات وتهرمشوه. ممكن تهرمشوه في الهاشوار اولا ممكن تهرمشوه غير في الراس ديال المولينكس العادي، هذيك الطحانه اللي كنطحنوا بها العطريه وداكشي، هذيك ممكن تهرمشوه بها فقط. المهم انا بقيت كنهضر هنا والوصفه مشات غادي كتجري. المهم اول حاجه كنطلق الورقه ديالي على سطح العمل، كيف ما شفتوا معايا راني حيدت لي هذيك الجوانب الا كانت عندكم الورقه دايره. اما الا كانت عندكم الورقه ديال الفيلو فهي اصلا كتجي يعني مستطيله ومقاده على هذا الشكل هذا. صافي الورقه ديالي كنطلقها على سطح العمل يا البنات، دائما الجهه الحرشه اللي كتكون لتحت والجهه الرطبه اللي كتكون الفوق. كندهنها شويه بالزبده المذابه على هذا الشكل هذا، وكنعمل المكسرات على الجهه اللي يعني جهتي انا. كنعمل غير النص ديال البنات، والنص الباقي ما كنعملش فيه فاش كنرولي ما كيطيحوش ليا المكسرات بزاف على هذا الشكل هذا. وانا كنرولي ما كنزيرش يدي بزاف، يعني غير شويه ما كنزيرش بزاف. وفي الاخر كندهن شويه بالزبده باش كتلصق ليا، كنكمشها عفوا بحال هذا الشكل هذا، يعني بحال كتجي مكرشه واحد شويه باش كتعطينا واحد المنظر اللي هو مزيون. الا بغيتو ما تكرشوهاش يعني بلا ما تجمعوها هكا بداك العود، خليوها يعني عاديه، لكم الاختيار. انا كيعجبني هكا نجمعها باش كتعطيني واحد المنظر اللي مزيون. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه يا البنات، كنضيف غير النص ديال الورقه ديالي، ما كنضيفهاش يعني كامله، ما كنضيفش المكسرات في الورقه ديالي كامله، كنضيف غير النص، والنص الاخر كيبقى لي خاوي باش فاش كنرولي هذيك ديالي صافي يعني كيبقى لي ما كيطيحوش ليا دوك المكسرات بزاف. وهي البنات فاش كنوضعها في اللاطه يعني كنفرغها شويه واحد سنتيم واحد نص سنتيم كنخلي بيناتهم. ويعني الحبه اللي عملتها في اللاطه ديال الفران ديالي اولا الصفيحه ديال الفرن كندهنها بالزبده باش ما يعني باش ما كتشربش، يعني باش ما كتنشفش البنات، فهمتوني؟ المهم صافي غادي نستمر بنفس الطريقه.
دائما كنخلي يعني واحد الاتجاه خاوي، واحد الاتجاه كنعمل فيه المكسرات وكنرولي. الا كان عندكم متوفر هذاك العود الخشبي غيكون احسن. انا ما توفرش عندي، صافي استعملت غير هذا القضب اولا المغرس اللي كنشوي به اللحم. صافي قضيت به الغرض، وصراحه ما عذبنيش يعني بسهوله، كتجبد معايا. بالنسبه للورقه البنات، نتوما شفتوا معايا كيفاش كنحيد ليها دوك الجوانب باش ما كتبقى ليش دايره. الا بغيتوا يا البنات تستعملوا الورقه على الطول ديالها ممكن، انا استعملتها هكا على العرض ديالها جاتني احسن. كيف ما شفتوا معايا اي وحده كنعملها في الصفيحه كندهنها بالزبده، وكذلك فاش كنساليها يعني كندهن لها الوجه ديالها بالزبده فاش كنطيبها، يعني كتجيني واحد التحميره اللي هي مزيونه. وصافي كنقطعها قبل ما قلت لكم البنات، كنقطعها قبل ما ندخلها للفرن. في هذه الاثناء هذه عندي الفرن ديالي كيسخن، غادي نسخنه مزيان، وغادي نطفي الفوق ونخلي غير لتحت على نار مهيله، وكنطيبها على اقل من مهله باش كتاخذ لي حقها في التحمير مزيان، وكتجي التحميره ديالها مزيونه. وصافي فاش كتحمر من التحت كنرجعها لتحت، اولا كنشعل الفوقاني وكنحمرها على هذا الشكل هذا. كذلك بالنسبه للفران ديال الضو. وصافي ها هي وجدات البنات، تحمرت ليا وخدات حقها في الطياب. وصراحه يعني هي الورقه دغيا كطيب مع المكسرات اصلا، يعني فايتنا يعني محمرينهم واحد شويه، يعني ما كتاخدش وقت بزاف، واحد ربع ساعه على نار مهيله صافي دغيا كطيب. هنايا من بعد ما خرجتها من الفرن وهي سخونه كنوضع عليها العسل اللي يكون بارد، يعني عسل ماشي يكون باقي سخون ولا شي حاجه، يعني يكون بارد، العسل بارد وهي سخونه باش كتشرب لينا العسل ديالنا. صافي انا خويت عليها واحد شويه، ومن بعد بقى لي واحد شويه ديال العسل بزلافه، وبقيت كندهن ليها الوجه ديالها بهذه الطريقه هذه باش ما يبقاليش داك العسل، لانه هو اللي كان باقي لي في الزلافه ما بغيتوش يبقى لي. بغيت يعني نخوي عليها كامل باش ما يبقاليش يدح. صافي غادي نستمر كندهن ليها الوجه ديالها مزيان، وغادي نخليها في هذيك الصفيحه ديال الفرن باش كتشرب داك العسل كامل. عندي هنايا اللوز ايفيلي اولا شرائح اللوز اللي حمرتهم واحد شويه حتى ولا اللوين ديالهم ذهبي. وصافي غادي نزينهم على هاد الشكل هذا. ممكن تزينوا بالكاوكاو مهرمش اولا الفستق، حتى الفستق صراحه كيعطي واحد المنظر اللي هو غزال، وكيعطي مذاق كيعطي غزال، يعني نتوما كتعرفوا يعني الفستق راه غزال واعر. المهم كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انها تعجبكم. وصفه اللي هي سهله وبسيطه، ولكن في المنظر ديالها والشكل ديالها وحتى المذاق اللي هو رائع. وانتم كتعرفوا المكسرات يعني المذاقات ديالهم غنيين عن التعريف. المهم كتشوفوا معايا الوصفه ناجحه 100%، الحمد لله والشكر لله. كنتمنى انكم تجربوها. هانتوما يا البنات جاو غزالين وشربوه. هنايا كان داز الوقت ووريت لكم النتيجه من بعد ما شربت العسل ديالها. هانتوما يعني راه شاربه العسل تبارك الله وجدت غزاله. بغيت نوريكم التقرميشه ديالها، ولكن دراري صغار معايا ولادي تبارك الله، يعني نتوما عارفين الصداع ديالهم هادي كيلعبوا محيحين، ما غتسمعوش التقرميشه ديال الوصفه، تسمعوا صوت ولادي كيلعبوا. المهم الله يحفظهم والله يحفظ لكم وليداتكم حتى نتوما. جات غزاله ما شاء الله. تبارك الله حتى الكميه ما شاء الله خرجت لي خير الله، اللهم لك الحمد. بالنسبه للناس اللي باغيين مثلا يحتفظوا بها في الكونجيلاتور، ممكن انكم تعملوها بحال هيدا في شي طاسه كبيره، وتعملوا ما بين واحد الكميه تعملوا سلوفان اولا بلاستيك غذائي، مثلا تعملوا
واحد شويه ديال هذا وتعملوا بلاستيك، عاوتاني تعملوا واحد الكميه فوق منها. هادو بالنسبه للناس اللي باغيين يعملوها في الكونجيلاتور. اما انا ما غاديش نعملها في الكونجيلاتور، يعني احتفظت بها غير في هذه الطاسه هذه كبيره وصافي. غادي نغلقها، راه يعني كافيه هذه الطاسه هذه، ما غاديش نعملها في الكونجيلاتور وصافي. الله يجعل شي بركه. كنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده الى عجبتكم الوصفه، واكيد ان شاء الله غادي تعجبكم. المهم ما تنسونيش من لي لايك ديالكم والتعاليق الطيبه، هاد التعاليق الطيبه اللي كتدل على حسن الخلق ديالكم. شكرا بزاف. غادي نخليكم هنا، تهلاو ليا فراسكم. بسلام عليكم، الى فيديو قادم باذن الله.